تاني حاجه المعلومات، بص كده مكتوب جنبيها ايه؟ ما تجمعش كل المعلومات. دي نقطه مهمه قوي. ليه بقى؟ في ناس بيبقى عندها هس ان انا ما ينفعش ابدا في المشروع غير لما اكون جاهز. جاهز ده يعني ايه؟ يعني اعرف كل كبيره وصغيره عن المشروع. لما بيجي حد يبقى لسه عايز يعمل ستارت اب فيجي يقول لنا بصوا انا عندي استعداد احط فلوس، بس انا عايز دراسه ما تخرش الميه، تمام، افهم كل كبيره وصغيره قبل ما الشغل ما يبدا. ده بنقول له لا شكرا معلش، يعني شوف شركه تانية. ليه؟ ليه ما تشجعوش؟ هقول لك ليه. لان الفكر ده متعب جدا، متعب لنفسه ومتعب للناس اللي هتشتغل معاه. هو عايز ان هو يبقى ملم بكل حاجه وهو مأهل نفسه كده قبل ما يبدا. هو لو قعد 10 سنين يدرس مش هيبقى لم كل حاجه، واول ما يبدا هيكتشف ان في حاجات هتطلع مفاجاه. تيجي يقول لك ايه ده؟ بص بقى انت ما لمتليش كل المعلومات الكافيه. فما فيش حاجه ابدا في البيزنس اسمها ان انا الم كل المعلومات قبل ما ابدا. طيب هقول لكم حاجه كده. في نظريه عموما في نظريه في البيزنس اسمها نظريه الجولف. لعبه الجولف، عارفين لعبه الجولف؟ تمام. اكتر حد مهما كان محترف في لعبه الجولف عمره ما بيلعب الكوره اول ضربه على اساس ان هو يوقعها في البوكت في اول مره. هو دايما بيلعب على اساس ايه؟ ان هو يقرب الكوره من البوكت. اول ضربه انا عايز اقرب الكوره من البوكت. ليه؟ لان هو لو قاعد يدرس سرعه الرياح والميل بتاع الارض ووزن الكوره وقوه الضربه وقاعد يدرس 10 سنين فيزيكس، برضه هيجي بعد ال 10 سنين يضرب الكوره مش هتقع في البوكت من اول مره. فهو محتاج بس اول مره ان هو يقرب. وعشان كده دايما بنقول هو اصعب حاجه البدايه، عشان دايما بتبقى مفكر ان لازم البدايه تبقى بيرفكت. لا، هو البدايه لازم ان انت تبقى ماشي بس في الاتجاه اللي انت عايزه مش اكتر.